الراجل عنده قلبين، قلب في صدره وقلب في رجله، قلب في صدره وقلب في بطن عضلة رجله الخلفية. يا جماعة أنا ما سمعت دقات قلب والله، بس إنه كيف هي البنت استنتجت إنه عندي أنا قلب بطة رجلي؟ أي دكتور قلب، دكتورة قلب، لو سمحتوا من فضلكم يقول لنا المعلومة دي صح ولا لأ. هاد كان معنا نموذج بسيط بس عن اللي بتقدمه هي البنت اللي هي ياسمين عز، ضيفة حلقتنا اليوم. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من قناتكم سي اس بي. صار لي تقريبا يعني ما يقارب 6 شهور هيك شي، والله ما عاد اتذكر، ما صورت فيديو طويل. ليش؟ لانه والله كنت عم بعتمد على الفيديوهات القصيرة ولساتني معتمد عليهم، وان شاء الله هيك محققين نجاحات. فمثل ما شفتوا بالمقدمة يا اصدقائي المشاهدين، ضيفة حلقتنا لليوم هي ياسمين عز. هاي البنت. فمين هي ياسمين عز وليش الناس او البنات خصوصا حاقدين عليها، وليش انبسطوا وقت جابها رامز جلال على برنامج؟ ياسمين عز بتطلع ببرنامج على الام بي سي بتحكي فيه تقريبا نصائح وكذا للبنات انهم كيف يتعاملوا مع الرجال، وكيف انهم بصراحة يعني بدي لكم يقدسوا الرجل قد ما هي بتساوي الرجل اشي نازل من السماء ومدري كيف. احنا كده بنتكلم عن عجيدة يقبر قلبك. يعني هاد مثال بسيط لسه عم نحمي. هي ياسمين عز. فبعد ما جاب رامز جلال فبعد ما جاب رامز جلال ياسمين عز على برنامجه، كتير بنات انبسطت واخذوا التعرن منها. وانت مجنونه يا ياسمين؟ لا انا عالم ست الكل بجد؟ شو هالثقة الزايدة بالنفس؟ حد يقول عن نفسك ست الكل؟ انا بقول يا وليه حتى رامز جلال منتبه يعني وات. في بنت يعني هيك بتقول والله ما ادري، بتكون شايفة حالها زيادة، كتير شايفة حالها هي، مو زيادة. عايز اقول لك في ستات كتيره مستنيه الحلقه دي. هو هيك قاعد يتغلط عليها. المهم ما لنا بالحكي. ياسمين عز طلعت بحلقة كيف بدي لكم يعني هيك انه بالبرنامج تبعها، فكانت عم تحكي عن الست السورية. كنت بوجه رسالة بقول فيها للست السورية سيبي فرعونك ياكل وينبسط ويتأمس براحته. فهي بتقول عوض ما تقول جوزك او تقول جوزك بتقول فرعون. يعني انا نفسي افهم ايش هالمصطلح انا اقصد لو انت سورية جميلة متجوزة فرعون مصري هتقولي له يا فرعوني. على فكرة الفرعون هو شيء مو منيح. الفرعون كان يحط انه يقول عن حاله انه هو اله وكذا، فالفرعون ماشي منيح. بسيطة. طيب لو متجوزة سوري هات لي نشوف اذا متجوزة سوري، اذا الوحدة متجوزة سوري يعني مثلا مرتي المستقبلية كيف بدها تتعامل معي مثلا على سبيل المثال. كده بنتكلم عن عجيدة يقبر قلبك. هتقولي له ايه بقى؟ يا ابن عمي، يا تاج راسي، تقبر قلبي يا عجيدي. العجيد ابو شهاب راح، العجيد ابو عصام جه، او الجنرال راح. بصراحة عندي أنا مشكلة بهي النقطة تماما. بصراحة الشعب العربي تقريبا أو 90% من الشعب العربي أخذ فكرة عن جد غلط عن الشعب السوري برو. والله العظيم إنه كتير فكرة غلط، إنك كل شغلة مثلا أي واحد مثلا عربي من العراق من مصر من أفغانستان بيسمع عن الشاب السوري أو حدا سوري أو أي حدا سوري بيتذكر باب الحارة. ايش دخل باب الحارة؟ كل ما حدا يحكي عن سوريا او الشعب السوري بيتذكر الله حي ابو شهاب. ايه راح كل شيء. طبعا نحن بنفتخر بهذا الشيء، بنفتخر انه عندنا مسلسل يعني كتير ضارب منتشر كتير بالوطن العربي، بس انه مو كمان انه اوفر الشغلة يعني. الحاج العجيد ابو عصام في سوريا ده كان متجوز 2 بيموتوا فيه بيدوبوا فيه. غلط بصراحة. عصام كان متجوز وحدة سعاد ما غيرها اللي قالت له فشرت، بعدين بآخر الأجزاء لا تجوزت يعني. المهم بقى عصام بقى كان متجوز كان متجوز 3 ستات والرابعة كانت جاية في السكة. كانوا بيجروا وراه يركضوا وراه كده علشان يرضوه. يرضوا مين؟ والله العظيم. مين؟
كان عم يشحد المتليك، الليرة كان عم يشحدها، كان عم يمشي يحاكي حاله بالشارع، عم يطالب بورثة أبوه قبل ما يموت لأنه مفلس. عوفوه حاله الثلاث نسوان، الصحكن تصدقوا. أي واحد متجوز أكثر من وحدة عم يشحد بالطريق، ما عم يلاقي ياكل. إذا جاب من كل وحدة ولدين خلاص حياته تدمرت. بده أكل، بده شرب، بده مصاريف، بيهلك. فإنه قلت عنها كذابة طبعا، بس إنه يعني معلومة خاطئة. يب. فبصراحة بآخر نقطة حابب أحكي فيها قبل ما ننهي المقطع، إنه هي البنت ما بظن عم تحكي هي المعلومات أو هي الإشي طالعين من قلبها. يعني بصراحة مستحيل يكونوا طالعين من قلبها. إنه في بنت واعية هيك بتحكي، ما بظن. طول عمرها البنت بتكون تحب هي تكون مسيطرة، ماسكة البيت، أنا بمشي جوزي على كيفي ومدري كيف. فهي البنت يا عم في عنا خيارين، يا عن جد هي البنت هيك عقلها وهيك مخها وهي بتقدس الرجل لهالدرجة، يا اما السبب الثاني ان المصاري عم يجيها مشاهدات وهي سايقة بالقصة، وانشهرت، هي زبطت معه وانشهرت يعني على هذا الشيء. هي مذيعة ايه، بس انه كمان لو ما عم تحكي عن هاي المواضيع كمان ما كان صار اللي صار. ولا جاب رامز جلال على برنامجه اصلا. برنامج رامز جلال معروف يعني. فيب والله هاي كان حلقتنا اليوم. حبينا نحكي عن هاي البنت الكتير كيوت. والله ما ادري، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالحلقة، وان شاء الله هيك تكونوا انبسطتوا فيني بعد غياب طال فترة تقريبا 6 شهور. والله انا يعني مكركب، كنت ما ضايع باليوتيوب، ما عندي افكار هيك، لحد ما اجت هي البنت وانقذتني، احيت لي روح الشغف تبع اليوتيوب. عندي المقاطع الطويلة وقعد اقري وكذا هيك، والله زمان والله العظيم. لا تنسونا بالتعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم الجميلة، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديوهات، لانه انا كثير انبسطت بصراحة. وان شاء الله هيك تشوفوني بمقاطع جديدة، كأنهم عجبوني النظارات كثير. وان شاء الله بشوفكم فيديو جديد. سلام. يا والله نسيتها. See you soon.